ايه اللي هيحصل لو حطيت ايدك في بق الجمل؟ دي اغبى حاجه ممكن تعملها. لو جينا فتحنا بق الجمل نبص عليه هتلاقي جواه حاجات شبه الاشواك، والحاجات دي بتساعد الجمل انه يفتت اي اكل يتحط له ويقدر بقى يحركه جوه بقه بمنتهى السهوله، عامله كده زي سكينه الخلاط، لدرجه ان الجمل لو بلع صبار بيعرف يمضغ الشوك بتاعه كويس جدا. كمان سقف بق الجمل متغطي بطبقه سميكه من الكرياتين، الماده دي اللي في شعري وفي شعرك وحتى في ضوافر الحيوانات، وبسبب الماده دي فبق الجمل صعب جدا ان اي حاجه مشوكه تجرح بقه او حتى تعمل له خدش صغير. غير بقى الحاجات دي كلها فريق الجمل غزير وتقيل، وده يخلي اي حاجه تتزلط بسهوله، صبار، فواكه، ان شاء الله حتى لو حطيت له عربيه نص نقل. بجانب بقى كل ده فاسنان الجمل ناشفه زي الحجر وبتخليه يمضغ ويكسر اي حاجه صلبه جدا. فتخيل بقى لو ايدك دخلت وسط الليله دي كلها جروح ونزيف وتمزق للانسجه، ده غير العدوى اللي كده كده هتتصاب بيها. وعشان كده مربيين الجمال بيكونوا حذرين جدا في الموضوع ده، وبيركزوا كويس جدا في التعامل مع الجمل، علشان يعني لو بلع حاجه بالغلط يعرفوا يسحبوها من بقه. سفينه الصحراء مش من فراغ ابدا والله.